قراب قراب. وينك اشوفك؟ تعال هنا تعال. حياك قراب. الله يحييك. تعابل شوية. ما شاء الله عليك. اسمح لي وصف. شو اخبارك؟ بالحل. تعابل كمل شوية ها. ما شاء الله عليك. كمل شغلك كمل. وش اخبارك؟ يسرك الحال؟ كيف صحتك؟ خير ياكل خير. يا هلا وسهلا. كأنك الا تحش. شوية ها نعم. والله ما بالشات انك غير هالهوش. وش نسوي يا ريال؟ المزرعة يا ريال. يلا الله يعافيك ان شاء الله يعطيك العافية يعطيك العافية. هات علومك يا سعيد. والله ماشي الا علوم الخير الحمد لله. استريح بنسولف استريح. احسنت. من صوبك شي علوم؟ ماشي ولد الحلال. شو الاخبار؟ تعبانين في هالمزرعة. يا ريال. نشتغل يا اخوي من الصبح لين العصر وكان بتطلع علينا بفايدة الحمد لله. يلا الله ييسر الله ييسر. امين ان شاء الله. لكن والله وش اقول لك ولد الحلال، مصاريف زادت واشياء طلعت لنا في الدنيا غير. كان سمعت بقلم 3 في 1، ابك على زماننا نحن ما طلع علينا هذا الشيء. قلم ويش؟ قلم يكتبوه بوانيبه 3 في 1. حل مدارس. الروحي ما عرفت له يا اخوي. انا ما هذا همي الماكينه اختربت علي من كم يوم، ومن وين ادبر ليه والله اني ما عارف. انا اشوف النخل ماتت. اي والله. يعين الله يا حمد يعين الله. تعبنا من هالديون، لا رايبين ننام ولا رايبين نسوي شيء، ما غير ما نقول غير الله ييسر. الواحد يوم بصحته وعافيته وما غير يرفع يديه في السماء ويقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب الحمد لله. يا رجال هلكنا من هالنمل. هاي راك جالس في مزرعه ما جالس في مجلس، لكن يجيك شهر نسيبني للسناك نسيب. روح يلا. الحمد لله يا رجال برد هالجو شويه خفت رطوبه. اي والله نعم الحمد لله. حي الله ابو سعيد. الله يحييك. تفضل بقهوه. وهذه علومك. هذا العلوم. يا هلا وسهلا. الله يحييك يا مرحبا. سلمت. بارك الله فيك احسنت. تريح حد؟ لا والله. انا رجال. قراب. كيف حالك؟ ابو تركي. حالك يا مرحبا. ما شاء الله موجودين في المزرعه. حيا الله ابو تركي تفضل استريح. نورت المكان. نور بهله. حياك. اخباركم كيف صحتكم؟ الحمد لله بخير وعافيه. يا مرحبا فيك. يا حيك. ما شاء الله مجلسين في المزرعه. شويه ها. لا زين. يا هلا وسهلا. يا حي. حيا الله ابو تركي. الله يحييك. يا هلا وسهلا. يا حي. بنت قهوه. لا احسنت ما يدري. زين. مره احسنت جزاك الله. خذ علوم الريال. هلا عندك؟ لا ما تقدم. سيبت علوم بتركي؟ والله ماشي علوم. سيبت اخبار؟ مره ماشي. صوتكم ماشي علوم الخير الحمد لله. مثل ما عرفتوا يا جماعة اني انا ترشحت لمجلس الشورى هاي السنة، وان شاء الله ادعوكم الاسبوع القادم يوم الجمعة لمعرفة برنامجي الانتخابي اللي راح ان شاء الله اوضح فيه خطوات والخطط اللي انا ناوي اقدمها لهذه الولاية، واتمنى منكم تحضروا وحضوركم يشرفني. ما شاء الله يا ابو تركي ترشحت لمجلس الشورى. اي نعم ترشحت. ما شاء الله تستاهل والله يوفقك ان شاء الله، وانت انسان زين وانسان متعلم ومثقف
وبصمتك موجودة في الولاية، والله يوفقك إن شاء الله. جزاك الله خير. ما شاء الله يا ابو تركي، ونويت ترشح لمجلس الشورى؟ اي نعم. زين زين زين. عاد بغيت اسالك، تفضل. عاد كم يعني تعطون النفر الواحد اللي يصوت له؟ كيف يعني شلون كم ماشي؟ مثل ما تعرف تو الامور ماشيه كذا، يعني على الصوت على الراس عند الدفع. لا يا اخوي سعيد، لا، انا ما جيت هنا عشان اشتري الاصوات، وانا ما من هذا النوع من المرشحين اللي يدفعوا المال مقابل الصوت. انا اذا انت نويت تصوت لي اريدك تصوت لي عن طريق قناعتك. الناس كلها تدفع. هذه فئة محددة، ما كل الناس، ولا تحصر هذا الشيء على الجميع. وإذا ناوي صوت على قناعتك، وإذا ما ناوي هذا شيء راجع لك. والله وش اقول لك يا ابو تركي، لكن الله ييسر لك الخير، وفق. المهم يا جماعة، مثل ما قلت لكم أذكركم بالموعد إن شاء الله يوم الجمعة، وانتظركم كلكم إن شاء الله. لمعرفة برنامج الانتخابي. وأنا الحين راح أترخص، واسمحوا لنا. يلا مع يلا السلامة. حياكم الله. الله يحفظك يا أبو تركي، الله يوفقك إن شاء الله. الله يحفظك يا ابو تركي، موفق اسمحوا بالخير لي. ان شاء الله. حياكم الله الله. عليك، حياك الله. روح الريال الطيب. ايه زين برشحها. عفوا ليش؟ ليش؟ يا حبيبي ترى موسى، ويوم قلت له ادفع ما قاعد يدفع. زمان زين هذه الطريقة. لا لا زين، خل عنك انت، لو تراها كذا ماشيه. كان يبى يفوز يدفع، ما كان ما بيدفع بيفوز، اما غير كذا قم تعال اسمعوني وقم مع متفيق الا يدفع. هالشكل ما يصلح يعني. هو إنسان إذا يستحق نرشحه. انت ما مصدق مني؟ ما مصدق له؟ قبل اسبوع يعني واحد لكمه زين. ويا بنفس السالفه، قلت له ادفع ويدقني ب 200 ريال. 200 نعم 200. وقال لي الصوت اللي بتجيبه اعطاه 20 من غير ال 200. من غير ال 200 اعطاني فلوس وقال لي عدد الصوت اللي بتجيبه اعطاه 20 ريال، 20 ريال على الصوت. ولفت له وبيفوز فلوس، اللي يدفع يفوز. لكن ما زين كذا، الله يبارك فيك. وش ما زين؟ يعني اوكي، ترى حبيبي تو تستفيد منه، بعدين ما جاي تشوفه من يفوز روح دوره، دق عليه الباب كان طلع لك، سماني طلع لك. فرصة دي فرصة، حالتك تعبانة، الماكينة خربانة، قم من يجيك الريال قول له ادفع وصلح ماكينتك، قط امورك 200 ريال. طلعت بهن ابوي الكنادير، صلحت بهن الموتر، قط شغله ما حاسب عليهم. وكان توهم ابوي منهم فايده، خذها غايتك. وكان تبغي تودره وباغي تروح تضيع وقت كثير، السناك ساعتين 3 ساعات الى على راسك، روح. تو انت خلك من هالسالفه هاي كلها، عورت لي راسي. بنقوم نسير بنصلي بعد شوي باذن المغرب، بسير البيت بتسبح بغير ملابسي، بنسير عند جارنا خالد عازمنا على قهوه. والله بعد شهر طيب. يلا بسم الله. بارك الله فيك. كلها دمتك كلها. يا مرحبا يا مرحبا، استريحوا استريحوا استريحوا. نورتوا. نورك. اخباركم علومكم؟ والله اخبارنا يا اخوي عند سعيد، لاعب في مال الشورى لعب. وش مسوي؟ ما مسوي شيء يا رجال، موسم حصاد، ويانا واحد من جماعة الشورى وقلت لي خذهم معهم فلوس، وعارضني، ويوم تكلمت ما عيبه، والموسم موسم حصاد، خذ الفلوس تو، ترى قدام هاي تشوفها، وخذ حاجتك اللي تباها، كل مرة من عند واحد، الأمور طيبة. ما يستوي يا سعيد هالكلام، الظلم ظلمات يوم القيامة، ولازم احنا نختار المرشح المناسب في المكان المناسب، ولازم نشوف هذا المرشح قبل عما نصوت له وش اللي مسوي لنا، ولازم نحضر على كل مترشح جلسته الانتخابيه ونشوف الاشياء اللي بيقدمها قبل. ما يستوي بهذه الطريقه نرشح حق اللي يدفع فلوس. يا رجال ترى انا ما خذيتهم معه ورحت اصوت حق غيره. خذ حاجتك كل مره مع واحد، كلهم بيدفعوا، مر عليهم واحد واحد، خذهم معهم حاجتك. يوم غاية التصويت، يوم تروح الناس ترشح، ابشرك مره خذها رقده الصبح ولا ترشح حد، ما ظلمت حد. يا سعيد انت بهذه الطريقة عالجت الغلط بالغلط، وبهذه الطريقة احنا ما حققنا الهدف المطلوب من مجلس الشورى، فلازم عليك تختار الشخص المناسب في المكان المناسب. تو انت تحاول تقنعني ان هذول الناس بيسووا حق البلاد شيء؟ لا حبيبي، هذول ناس تسعى ورا مصالحها الشخصية وبس،
ولا يقدموا لك انت شيء. الله يهديك يا سعيد. غير الموضوع تراكم عورتوا لي راسي. انا شخصيا بحضر عند المترشحين وبشوف برنامج من انتخابي وبعدين بقرر. يا بلادي، مستاء من الناس اللي نست ان الهدف من الشورى ان نختار شخص يمثلنا ويسعى لأهداف الناس ولتطوير البلد. بس يا حسافة وقلبي عليك يا وطن. سعيد يقول لي المترشحين يسعوا ورا مصالحهم، وخالد يقول سعيد وامثاله يسعوا لمصالحهم بعد، وانا ما شاغل بالي الا مصلحتك يا وطن. اللي أريده بس أني أوصل رسالة واجب علي كمحب لبلادي ولترابها أني أوصلها لكل عماني. مصلحة الوطن فوق مصالحنا الشخصية. مصلحة هذا الوطن أن نروح ونصوت ونختار الشخص الكفو، الشخص اللي نقتنع فيه ونؤمن بقدراته. ما أقول غير الله يحفظك يا بلادي. يا وطن جعلي أفتديك بدمي وأموت لأجل ترابك وعمرانك. يا وطن أنت أبوي وأنت أمي، كبرتني وأكرمتني بإحسانك. فرضا علي برك وبرك همي، وعمري يهون العز وعمري يهون العز